ولذلك راح نشوف يعني تنافس قوي ما فيما بينهم. نعود للتواجد العربي. كابتن وحيد 800 متر على مستوى الرجال، وجمال سجاتي الجزائري يتواجد معنا في هذا السباق. نتمنى له كل التوفيق، والجزائر اثبتت التفوق وتألق في هذا السباق كابتن وحيد في ملتقيات سابقه، ونتمنى بشيء الله التفوق الجزائري من خلال اللاعب جمال سجاتي. والله الجزائر صراحه متفوقه، حتى جمال حتى مولى ايضا متفوق، زميله مولى ولم يشارك في هذا السباق ولكن في هذه الجوله، ولكن له صراحه صولات وجولات على احسن المستويات في هذا التخصص. الجزائر جمال سجادي مثل ما تفضلت من خيره يعني العدائين في هذا الموسم اللي هو جمال سجادي، وعنده وايضا عنده ميداليه على مستوى اولمبي ايضا يعني. وهناك في ايضا عدد واحد اللي هو عنده تحت دقيقه 42 وهو الكيني ايمانويل واينينج اللي هو راح يكون يعني في هذا السباق والمرشح الاقوى. ولكن انا اقول لك يعني ربما تكون هناك وموجود ايضا ايمانويل وايني اللي هو سجل احسن زمن في هذا الموسم، دقيقه فاصل 41 في تصفيات اللي هو الكينيا اللي مساهله لمباراه باريس. ولذلك راح نشوف يعني ما بين هؤلاء الابطال الثمانيه المشاركين ال 12 اصبحوا 8 لاعبين صراحه على مستوى عالي، لان هناك في بعض الاعتذارات ولا يصبحوا الان 8. كينيا تتواجد بثلاثه لاعبين طبعا سيحاولون مساعده بعضهم البعض، واللاعب ايمانويل كما ذكرت فعلا كابتن وحيد صاحب الزمن الافضل. ولنرى جمال بمشيئه الله مع منافسه قويه خاصه من لاعبي كينيا، نتمنى له بمشيئه الله كل نجاح وكل توفيق. حنشوف ان شاء الله. هذا ايمانويل وايني دقيقه 41.70 احسن زمن سجله هذا الموسم في تصفيات الفريق الكيني اللي مؤهل لاولمبياد باريس، وهو لاعب صراحه على مستوى عالي يعني. ولو تكلمنا يعني عنه راح ناخذ حصه كامله، ولكن نكتفي بهذا القول. لنرى بمشيئه الله جمال يعني يحقق نتيجه جيده في هذا السباق، والايمانويل الكيني مرشح الاول يتواجد رقم 5. وانطلاق السباق مشاهدينا الاعزاء، انطلاق صحيح 800 متر رجال، واول لفه معنا مشاركه 14 لاعب. هو شوف اذا جات اللفه الاولى في تحت ال50 او في ال50 يعني نقول لربما يكون هناك الرقم في دقيقه 43 او 44 تمام. ولذلك لربما تكون هناك يعني شوف حتى الربط او اللي يجر او يسحب السباق في المركز الاول خاصه يعني شوف عمل 49.60 يعني المطلوب منك 49.60 او 49 تحت ال50 ولذلك سجل 48.79. اذا سباق سريع، سباق سريع نعم وقوي بشكل ما تتصور، خاصه يعني لما نشوف 800 متر على هذا المستوى يكون سريع. واللاعب ايمانويل ياخذ المبادره، هو الذي يتقدم خلف اللاعب الرابط. ها هو اللاعب الرابط ينسحب، هو ايمانويل يتقدم، ايمانويل الكيني يتقدم، والملاحقه والمطارده هو جمال يتواجد في الترتيب الثالث. الدخول الان للترتيب الثاني من الجزائري جمال، والملاحقه للاعب ايمانويل جمال سجاتي وايمانويل. ونقترب من 100 متر الاخيره مشاهدينا الاعزاء، والمنافسه القويه المنافسه المثيره ايمانويل وجمال ومطارده قويه. نعم جمال سجادي شوف كيف يعني يا سلام عليك يا سلام على الدخول يعني خاصة يعني جمال عمل مفاجأة بالنسبة فيما يتعلق. ولذلك الآن بالفعل يا سلام يا سلام على أداء، يا سلام على جمال ايمانويل. جمال يفعل كده. جمال يفوز ويتألق على لاعب يعني لديه زمن رائع جدا رائع جدا. اداء اللاعب جمال يظل التفوق والتألق الجزائري في هذا السباق 800 متر، ويعني يستكمل الاداء المميز للاعبين الجاهزين الذين شاركوا في فرق سابقه في هذا السباق. شوف مثل ما قلت لك دقيقه 41.56 اذا كانت المشي ورقم وطني جديد بالجزائر فيما يتعلق يعني هذا ما سلام عليك يعني. شوف ذكرنا بمولى يوم فاز في احد جولات الدوري الماسي، والان شوف فرحه عليه ويعني مبسوط وهنيئا للجزائر وعدائين الجزائر. وان شاء الله الجزائر راح ان شاء الله يعني تعيد امجادها مثل على مستوى الاولمبيات مثل ما